النهاردة معانا لغز عن إزاي شخصية قدرت تحقق أصعب معادلة، إنها تبني إرث خاص بيها قوي ومستقل وهي بتكبر في ظل واحد من أكبر الأسماء في الثقافة العربية. بنتكلم عن نهى يحيى حقي. والمصدر اللي معانا عشان نحل اللغز ده عبارة عن شهادة شخصية، نص ممكن يكون قصير لكنه عامل زي خريطة كنز كده بتورينا ملامح الإرث ده. بالظبط، ومهمتنا النهاردة هي إننا نمشي ورا الخريطة دي ونكتشف إيه السر اللي خلى نهى حقي شخصية مؤثرة ومحبوبة بالشكل ده. والفكرة هنا مش إننا بنحلل نص أدبي، لأ، إحنا بنستخدم النص ده كعدسة مقبرة نشوف بيها تفاصيل إنسانية دقيقة جداً. يعني بنشوف الأثر اللي سابه الإنسان. أيوة، الشهادات اللي زي دي قيمتها إنها مش بتقولنا إيه اللي حصل، لكن بتقولنا إيه اللي حسينا بيه، وده الفرق بين التاريخ المكتوب والأثر الحي. طيب خلينا نبدأ بأول وأوضح خيط في الخريطة دي، الجملة اللي بيبدأ بيها الكاتب كلامه تقريباً. رغم إنها ابنة الأديب الكبير يحيى حقي، إلا إنها أبداً لم تعيش في جلباب أبيها. ودي جملة قوية جداً كبداية. جداً، بنسمعها كتير عن أبناء المشاهير، بس هنا ليها وزن مختلف. بس قبل ما نكمل لازم أسأل سؤال ممكن يكون في بال ناس كتير. هل فعلاً الموضوع ده تحدي؟ يعني مش ممكن نقول إن كونها بنت يحيى حقي ده كان أكبر ميزة وأهم اختصار لكل الطرق؟ سؤال منطقي جداً، وأكيد في جانب من الامتياز طبعاً. أبواب كتير بتكون مفتوحة، شبكة علاقات جاهزة، واسم بيفرض احترام من البداية. ده حقيقي. لكن دي نص الصورة بس، النص التاني هو ظل عملاق. أي حاجة بتعمليها بتتقارن فوراً بأعمال والدك، النجاح بيتنسب لاسمه والفشل بيكون فشلك لوحدك. دي صعبة قوي. التحدي الحقيقي مش إنك تنجحي، التحدي هو إن نجاحك ده يكون بتاعك انتي، له طعم ولون وريحة مختلفة، إن الناس لما تقول اسمك صورته ما تظهرش في خيالهم بشكل تلقائي. وهنا بقى بتيجي القنبلة اللي بيفجرها النص، الدليل القاطع على إنها مش بس نجحت، دي قلبت المعادلة بالكامل. بالظبط. لما الكاتب بيقول إن يحيى حقي نفسه دائما ما كان يقول لها أنا والد نهى حقي، أنا عايز أقف عند الجملة دي شوية. طبعا دي أهم جملة يمكن. دي مش مجرد كلمة حلوة أب بيقولها لبنته، دي فيها اعتراف وتنازل وإعادة تعريف كاملة للهوية. بالظبط. خلينا نتخيل الموقف. يحيى حقي قامة أدبية عظيمة، صاحب قنديل أم هاشم، واحد من رواد القصة القصيرة في مصر. اسم كبير فعلا. الطبيعي إن أي حد يعرف بنته يقول دي نهى بنت يحيى حقي، لكن اللي حصل هو العكس. هو بنفسه اللي كان بيختار في بعض المواقف إنه يتعرف من خلالها. وده معناه إيه؟ ده معناه إن نجاحها وصل لمرحلة من الحضور الشعبي والجمهوري ممكن تكون تخطت حضوره هو في دوائر معينة. هي خلقت لنفسها ضوء خاص بيها، قوي لدرجة إن والدها بكل فخر وقف فيه وقال للناس أنا أبوها. وكأنها حررته هو كمان من دور الأب الأسطورة اللي لازم بنته تمشي على خطاه. فكرة حلوة قوي دي. وادت له دور جديد يستمتع بيه وهو والد نهى حقي. ده بيورينا حجم النضج في العلاقة دي. هي قدرت تبني عالمها الخاص وهو قدر يحتفي بالعالم ده ويعترف بيه كقيمة موازية ومستقلة. والنص بيربط ده مباشرة بعمل معين، مسلسل اللقاء التاني. اختيار الوسيط هنا ذكي جدا. إزاي؟ النص بيقول كان حكايات حياتية، مش أدب نخبوي أو فلسفة معقدة، قصص ناس عادية، مشاكل يومية، تفاصيل إنسانية بسيطة. يعني نقدر نقول إنها استخدمت أداة ديمقراطية، التلفزيون، عشان تحكي قصص ديمقراطية، حكايات حياتية، وده اللي أداها الانتشار الواسع ده. تماماً. هي ما كانتش بتكتب لجمهور والدها، كانت بتبني جمهورها الخاص من الصفر. تماماً، ودي عبقرية بناء الهوية المستقلة، إنك تلاقي المساحة بتاعتك اللي محدش يقدر يقارنك فيها بحد. هي قالت للعالم إرث والدي عظيم وملهم، لكن دي قصتي أنا، ودي أدواتي أنا، وده جمهوري أنا. والنتيجة كانت مبهرة، لدرجة إن صاحب الإرث الأصلي نفسه كان أول المحتفين والمصفقين. دي في حد ذاتها قصة نجاح ملهمة، وبتفك أول شفرة في لغز شخصياتها. طيب، هي نجحت في بناء هوية مستقلة ككاتبة ومبدعة، لكن النص بيلمح إن القصة أكبر من كده بكتير. الكاتب بيرص قائمة من الألقاب ورا بعض. بيقول فنانة، كاتبة، إذاعية، مثقفة، صاحبة الصالون الثقافي الأدبي.
للوهلة الأولى ممكن تبان إنها سيرة ذاتية مختصرة، لكن لما تبص تاني تحس إن دي مش وظائف متفرقة، دي مكونات لمشروع واحد. بالظبط كده، دي مش مجرد شخصية متعددة المواهب، دي شخصية عندها رؤية متكاملة. خلينا نفصصها. يا ريت. هي كاتبة وفنانة، يعني منتجة للمحتوى، وهي إذاعية، يعني عندها منصة لتوزيع ونشر المحتوى ده وغيره. حلو التقسيم ده. والأهم، هي صاحبة صالون ثقافي، يعني هي بتخلق البيئة والمجتمع اللي بيحصل فيه تفاعل حي حوالين المحتوى ده. هي كانت بتعمل كل مراحل العملية الثقافية بنفسها. يعني هي ما كانتش بتكتب كتاب وتسيبه على الرف وتقول مهمتي خلصت، لا خالص. هي كانت بتكتبه وتتكلم عنه في الإذاعة وتجمع الناس في بيتها عشان يناقشوه. كأنها كانت بتبني منظومة ثقافية متكاملة، مش مجرد بتقدم أعمال فردية. هي كانت مهندسة مجتمعات ثقافية. فكرة الصالون الثقافي دي تحديداً مهمة جداً. ليه؟ في عصرنا الحالي ممكن حد يفتكرها مجرد قعدة صحاب أو نادي كتاب، لكن تاريخياً الصالونات دي كانت محركات أساسية للثقافة والفكر في أوروبا ومصر. مساحات حرة يعني. مساحات حرة خارج المؤسسات الرسمية، بيجتمع فيها الكبار مع الشباب، بتكتسب فيها مواهب، وبتتولد فيها أفكار جريئة ممكن تغير شكل المجتمع. وده بيخلينا نسأل سؤال عن دور المثقف النهاردة. هل دوره إنه يكتب بوست على السوشيال ميديا وينتظر اللايكات، ولا دوره إنه يخلق مساحات حقيقية للتفاعل الإنساني؟ سؤال مهم جدا. كأن نهى حقي كانت بتجاوب على السؤال ده من زمان. كانت بتصر على فكرة اللقاء الحقيقي، مش بس في اسم مسلسلها، لكن في صميم مشروعها الثقافي كله. وده بيخلي تأثيرها أعمق، لأن التأثير هنا مش مرتبط بعمل فني معين ممكن الزمن يتجاوزه، لكنه مرتبط بحالة ثقافية كاملة هي ساهمت في رعايتها. يعني التأثير ممتد. طبعاً، تأثيرها ممتد في كل شخص موهوب دعمته في صالونها، وفي كل فكرة نورت في دماغ حد وهو بيسمع برنامجها، وفي كل أسرة اتجمعت حوالين مسلسلها. هي ما كانتش بترمي حجر في المية، هي كانت بتحفر مجرى للنهر نفسه. طيب لحد هنا الصورة اللي بتتكون عندنا هي شخصية عصامية عندها مشروع ثقافي متكامل ورؤية واضحة، لكن النص بينقلنا لحاجة أعمق من كل ده. بالظبط. كأنه بيقول لنا كل اللي فات ده هو الهيكل الخارجي، لكن في محرك داخلي هو اللي كان بيشغل كل ده، والمحرك ده هو شخصيتها الإنسانية. وهنا النص بيتحول من مجرد شهادة تقدير لرسالة حب. الكاتب بيستخدم كلمات زي رقيقة، مهذبة، تحب الاقتراب منها، وبيقول إن صداقتها شرف، مش بسبب شهرتها لكن بسبب ما لها من قيم ومبادئ. يعني هل لازم تكون إنسان كويس عشان تكون فنان عظيم؟ سؤال حلو. لا، مش بالضرورة. التاريخ مليان فنانين عظماء كانوا على المستوى الإنساني شخصيات صعبة جدا. صح. لكن في حالة نهى حقي النص ده بيقترح إن عظمتها وتأثيرها كانوا نابعين بشكل مباشر من إنسانيتها. هي ما كانتش بتقدم ثقافة متعالية أو بتستعرض معرفتها. لا، الناس كانت بتنجذب ليها الأول. بالظبط، الناس كانت بتنجذب ليها كإنسانة الأول، وبعدين بتدخل عالمها الثقافي من خلالها. شخصيتها كانت هي البوابة لمشروعها. وفي جملة في النص بتلخص الفكرة دي كلها: تشعرك دائما بجمال الحياة والأمل والوفاء والصداقة. جملة قوية ومكثفة جدا. كأن المنتج النهائي لكل أعمالها وصالونها وبرامجها ما كانش مجرد معرفة أو فن، لا، كان شعور. كان شعور، إحساس بأن الحياة لسه جميلة وفيها أمل. بالظبط، وده اللي بيفسر ليه الناس كانت تحب الاقتراب منها، لأن الاقتراب منها كان بيشحنهم بالطاقة الإيجابية دي. هي كانت بتستخدم الثقافة كأداة لنشر قيم إنسانية. وده بينعكس في آخر وصف ليها. أيوة، لما الكاتب بيقول إن رسالتها كانت بس ونشر الحب والخير والثقافة والمعرفة والأمل. لو نلاحظ الترتيب اللي اختاره الكاتب، هو لم يبدأ بالثقافة والمعرفة. ملاحظة دقيقة جدا، هو بدأ بالحب والخير. صح. كأنه بيقول إن الثقافة والمعرفة بالنسبة ليها ما كانوش هدف في حد ذاتهم، لكنهم كانوا أدوات ووسائل لتحقيق هدف أسمى وأكبر، اللي هو إيه؟ وهو إن الناس تحب بعض ويكون في خير وأمل في الدنيا. وده بيحل الجزء الأخير من اللغز، المحرك اللي كان ورا كل ده. إرثها ما كانش مجرد مجموعة أعمال، لكنه كان حالة إنسانية. حالة إنسانية، تعبير جميل. حالة من التأثير الإيجابي اللي بيبدأ من قيم الشخصية وينعكس على كل حاجة بتلمسها.
الثقافة في إيديها ما كانتش سلاح أو أداة للتباهي، كانت حضن دافي بيجمع الناس. فعلا، لأن الناس ممكن تنسى تفاصيل مسلسل، لكن عمرهم ما بينسوا شخص خلاهم يحسوا إن الحياة أجمل. أكيد. إرث والدها من عبء لوسام شرف متبادل، لدرجة إن هو اللي بقى بيتعرف بيها. والخطوة التانية كانت بناء منظومة متكاملة. هي ما كانتش مجرد فنانة بتنتج أعمال، دي كانت بتبني بيئة ثقافية كاملة حواليها، من الإنتاج للتوزيع والخلق مساحة للتفاعل. والخطوة الثالثة والأهم كانت المحرك الإنساني. كل المنظومة دي كانت بتشتغل بطاقة وقيم إنسانية حقيقية. لطفها ومبادئها ما كانوش مجرد صفات شخصية، دول كانوا جزء من استراتيجيتها للتأثير. يعني نقدر نقول إن إرثها بيقول إن قوة التأثير الحقيقية بتيجي من الجمع النادر بين الموهبة والرؤية والقلب الطيب. بالظبط كده. النص ده بيقدم نهى حقي كنموذج لشخصية نجحت في إنها تخلي الثقافة مرادف للأمل والجمال الحياة. وده بيخلينا نفكر في حاجة أعمق. في عالمنا دلوقتي اللي بيحتفي بالتأثير الرقمي والأرقام والترندات السريعة، قصة زي دي بتجبرنا نسأل نفسنا: إيه هو التأثير الحقيقي اللي بنسيبه ورا كل اللي بنعمله؟ سؤال صعب. هل هو مجرد رقم في عداد المشاهدات، ولا هو الأثر الإنساني اللي بنزرعه في الناس اللي حوالينا؟ قصة نهى حقي بتطرح فكرة إن يمكن أكبر إرث ممكن شخص يسيبه مش إنه يكون لامع، لكن إنه يكون دافي. مش إنه يكون الأعلى صوتاً، لكن إنه يكون الأكثر قدرة على خلق مساحات حقيقية للخير والجمال والأمل. وده سؤال يستاهل كل واحد فينا يفكر فيه.